والله سوء التحكيم، وقدم النصر مستوى، لكن سوء التحكيم هو اللي ضر على الفريق، وما قصروا الشباب اصلا. خلاص نطمح احنا في بطولات ثانيه. والله المباراة الحكم ما قصر ما شاء الله مع الاهلي، 3 بلنتيات الغاها النصر، والخشونه المتعمده من لعيبه الاهلي. والله النصر سوى اللي عليه اللعيبه بس عاد. والله مباراة شوف، مع اني هلالي بس والله العظيم اني جاي عشان النصر. في الاخير مستوى ما فيه ولا في اي شيء، يعني تو يغير القحطاني، تو داخل الدقيقة 90، يعني ما ادري شاري القحطاني ليش؟ جايب القحطاني ليش؟ والله ما عليه الحمد لله، بس في غش تحكيمي شوي. ايش التحكيم هذا؟ وش الشغل هذا يا اخي؟ جول اول شيء لغاه، ثاني شيء بلنتين تو العين واضحه تو كذا ولا كأنه صار شيء. انا ما عاد بتكلم، انا ما عاد بتكلم. التحكيم ورانا ورا النصر، يعني لا رحنا الرياض ورا النصر، رحنا جده ورا النصر، رحنا الشرقيه ورا النصر، والله ما عاد صارت هذه. الحكم صراحه مقصر معانا. النصر قدم ادى، فرص ضاعت، حكم ما شاء الله ما قصر. انا اسلم بس على عمر المهند. انا بعتقد ان التحكيم هو السبب، يعني سدد النصر، حاول جازف اللعب كلها نصراوي، لكن الحكم هو الاساس. ايش سبب عدم وجود حكام اجانب خاصه في مباراه النصر؟ من المسؤول؟